السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مول المكتبة. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على طريقة تسجيل بمنظومة مسار بالنسبة للوليدات اللي يلاه غادي يتسجلوا سواء في الروض سواء في الابتدائي، اي اللي باغي يلاه غادي نتقيدوا في التحضيري ان شاء الله. بالنسبة للموقع اللي غادي نسجلوا فيه هو هذا اللي كتشوفوا امامكم، واللين ديالو غادي تلقاوه اسفل الفيديو. بالنسبة لطريقة التسجيل فهي طريقة سهلة جدا، فيها فيها بزاف ديال المراحل، ولكن راه سهلة في الاخير. فقط تبعوا معنا الفيديو، غادي نوريكم طريقة التسجيل خطوة بخطوة. اول مرحلة غادي نديروها هي غادي نكليكيو على انشاء حساب، غادي نكريو واحد الحساب جديد. انفو غادي نكليكيو على انشاء حساب، غادي تدخلنا لهاد الخانه ديال التحقق من الهويه، وهاد الخانه هادي ضروري غادي نحتاجو واحد الهاتف اللي كيحتوي على ال NFC، وغادي نكليكيو على انا اوافق. من بعد غادي نكليكيو على هاد الخانه هادي اللي كتشوفوا امامكم. من بعد هنايا غادي ناكتيفيو لابليكاسيون ديالنا ديال الهويه الرقميه، وغادي نسكانيو هاد الكود بار مع التليفون ديالنا، وغادي نقوموا بتحقيق الهويه ديالنا. من بعد ما كنقوموا بتحقيق الهويه اوتوماتيكمون غادي تدخلنا لهاد الصفحه اللي كتشوفوا امامكم، وغادي ندخلوا الرقم الهاتف ديالنا، وغادي نديروا رمز التحقق اللي غادي يوصلنا بميساج في الهاتف. ومن بعد غادي ندخلوه وغادي يقوم بالتحقق ديالنا، اللي غادي اوتوماتيكمون غادي يصيفطوا لنا واحد الميساج في الهاتف ديالنا، وهذاك الميساج فيكون فيه واحد المود باس هو اللي غادي ندخلوه هنايا، وغادي ندخلوا الخانه ديال تسجيل الدخول، وغادي ندخلوا رقم البطاقه الوطنيه ديالنا، وغادي ندخلوا داك المود باس اللي صيفطوا لنا في ميساج في رقم الهاتف ديالنا. من بعد ما كندخلوا الرقم كيدخلونا اوتوماتيكمون لهاد الخانه، وكنديروا كنكليكيو على هاد الخانه هاني باش كنبداو نحطوا المعلومات ديالنا. اول حاجه فاش كنكليكيو على تسجيل طلب جديد كنديروا بان انا او الاب ولا الام. شوف انت كتي الاب كتكليك انا او الاب. هنايا الا كان عندنا المعرف الرقمي ديال التلميذ راه كنكليكيو هنا، ما عندناش المعرف الرقمي راه كنديروا هنايا كنبدا نحطوا المعلومات ديال التلميذ ديالنا. كنديروا الاسم العائلي ديالو باللغه العربيه، كنديروا الاسم الشخصي ديالو باللغه العربيه، يعني نكتبوا دقه علينا داكشي راه ساهل. نحاولوا ما نغلطوش في المعلومات ديالنا بشويه علينا نكتبوا المعلومات صحاح. هنا الاسم الشخصي باللغه الفرنسيه هو الاسم العائلي باللغه الفرنسيه. هنا كنختاروا الجنس ديال التلميذ واش ذكر او انثى. كنديروا تاريخ ازدياد ديال التلميذ، كنديروا العام وكنديروا الشهر وكنديروا اليوم. بالنسبه انفو كنديروا تاريخ ازدياد ديال التلميذ راه اوتوماتيكمون هما غادي يحددوا لنا اش من مستوى غادي يقرا فيه. واش بالنسبه للتاريخ ازدياد ديالو واش غادي يقرا في التحضيري، واش غادي يقرا في الروض يعني في لا غروند او لا موين او لا بتيت. هادو هما المستويات اللي كاينين واللي كيتسجلوا. هنايا كنديروا مكان الازدياد، وهنايا كنهزو الحالة المدنية كنسكانيوها كنصوروها بالتليفون ديالنا، تكون تصويره واضحه باينه الجهه ديال التلميذ ديالو، الجهه الحاله المدنيه ديال التلميذ. ملي كنسكانيوها كنكليكيو على هنايا وكنحطوها هنايا، كتكون ايماج او PDF كما درتوها. كنقلبوا على التصويره ديالنا وكنهزوها، وهنا التصويره ديال التلميذ تكون صوره شمسيه، يكون مصور التصويره ديالو حتى هي تكون واضحه. نصوروها او نسكانيوها ونحطوها هنا. من بعد ما كننتهيو من هذه المرحله وكنتحققوا من المعلومات واش كلشي هو هذاك كلشي صحيح، كنكليكيو على متابعه. ملي كنديروا متابعه كنجيو لهاد الخانه الثانيه ديال وثائق التلقيح او الكتاب ديال الجلبه ديال التلميذ. خاصنا نسكانيو واحد جوج وثائق مهمه. الجهه الاولى اللي كتكون في الصفحه الاولى اللي كتكون فيها السميه ديال التلميذ، الصفحه الاولى اللي يكون فيها السميه ديال التلميذ تكون فيها واحد الكاشي، هي هذيك كنسكانيوها هنايا. وبالنسبه للخانه الثانيه كنسكانيو الجهه ديال الجلبه ديال لي فيتامين، يعني كتلقاو في الجهه الجلبه كتلقاو في واحد المكتوبين لي فاكسان ديال الفيتامين كيكونوا مطبوعين مكاشين، هما هادوك الجهه ديالهم كنسكانيوها وحتى هي
كنهزوها هنايا. بالنسبه لهاد المرحله حتى هي راه ساهله. من بعد ما كنهزو الوثائق ديالنا كنكليكيو على متابعه، كندوزو للمرحله المواليه، هي اختيار المستوى الدراسي والمؤسسه اللي غادي يقرا فيها الوليد ديالنا. هنايا كنديروا المستوى اللي تختار. كيف ما قلت لكم ملي كنديروا تاريخ زيادة اوتوماتيكمون كيعطينا المستوى اللي غادي يقرا فيه الولد. مثلا هنايا عطانا الاولى ابتدائي، هنايا كنختاروا المؤسسه التعليميه اللي غادي يقرا فيها الولد، خاصنا نكونوا عارفين السميه ديالها. كنختاروا هنايا الجهه اللي كتنتمي لها المؤسسه، كنختاروا العماله والمديريه الاقليميه اللي كتنتمي لها المؤسسه، كنختاروا الجماعه ديالنا وكنقلبوا على المؤسسه اللي كاينه في الجماعه ديالنا. كنبقاو نقلبوا حتى كنلقاو السميه ديال المدرسه او السميه ديال الروض اللي غادي يقرا فيه الولد ديالنا. مثلا كنمشيو هاد المؤسسه كيعطيونا السميه ديال الروض وتنقلبوا عليها، خاصنا نلقاوها. من بعد ما كنساليو من هاد المرحله كنديروا متابعه. هنايا كنديروا المعلومات ديال الاب ديال ولي الامر. مثلا هنايا حنا الاب ديجا راه تكتب المعلومات ديالو فاش سكانينا لاكارت، يعني هنا غادي تبقى المعلومات ديال الام ديال التلميذ، او العكس مثلا الام ديالو سكانات المعلومات ديالها، راه كنديروا المعلومات ديال الاب. هنا كنديروا الحاله الاب واش متوفي ولا لا، ديال الام الا كانت لا راه كنديروا المعلومات ديالها، الاسم العائلي ديالها، الاسم الشخصي، الاسم العائلي بالفرنسيه والاسم الشخصي بالفرنسيه، كنديروا نمره لاكارت ديالها، كنديروا العنوان وكنديروا العمل ديالها. هاي كيف ما قلنا لكم الا كانت الام هي داك راه كنديروا المعلومات ديال الاب، الا كان الاب هو اللي رب الاسره كنحطوا المعلومات ديال الام. يعني هنا قضيه راه سهله ومفهومه. وكنديروا رقم الهاتف. بالنسبه للبريد الكتروني او الجيميل ماشي مهم، ولكن الهاتف كيبقى مهم، كيبقى ضروري. كنديروا الهاتف ديال الاب وكنديروا الهاتف ديال الام. من بعد ما نعمروا المعلومات ديال الاب كنديروا متابعه، وهنا كيتم التسجيل بنجاح، والعمليه التسجيل تمت بنجاح كما كتشوفوا. هادشي اللي كاين. كندخلوا لقائمه العمليات. هنايا هي كنلقاو بان الدري راه تسجل عندنا، باقي في طور المعالجه، فقط اننا كنهز